التلفزيون لا لسه ما اتفقتش على حاجه. في فيلم المفروض ان هو ينزل بعد في السينما، في فيلم اسمه فوبيا، ده المفروض ينزل بعد العيد او قبل العيد. ابطال رندا البحيري، مريهان حسين، رامي غيط، احمد راتب، نهال عنبر، جنى، سليمان عيد، علاء مرسي، ايمن قنديل، رانيا محمود ياسين، اخراج ابرام نشأت، تأليف خالد الشيباني واخراج ابرام نشأت. طب انت انا بحس ان انت في السينما ما مش الكلام ده حقيقي انت حاسه؟ ما هو اعمالك السينمائيه قليله جدا. عشان هي السينما نفسها مش كتير برضه. الافلام نفسها اللي بيدخل فيها عمرو رمزي ممكن ما تكونش بتاخد الصدى الواسع، يعني مثلا حتى لو كان اخرهم اسد سينا هو كان فيلم يعتبر زي ما مهم كنا بنتكلم عليه، وان هو فيلم بيتكلم عن جزء معين او حته معينه في الجيش، الا انه برضه ما وصلش الضجه اللي المفروض تحصل او الايرادات بشكل عام. دي قله خبره من المنتج ما عملش دعايه. هو اعتقد انه مجرد انه هيعمل فيلم عن حرب 73 خلاص، فالناس هتنام تحلم ان في فيلم عن حرب 73، يلبس ويلبس الوليه والعيال ويجري على السينما. يعني هقول لك ايه، الناس ممكن تدخل فيلم تاريخي او فيلم عسكري او فيلم ما هو الناس لما كانت بتعدي قدام شباك التذاكر ورايح فيلم تاني، فيلاقي الفيلم بيحضر الفيلم اللي هو اللي جاي يتفرج عليه، ويقطع تذكره للفيلم تاني يوم عشان يتفرج. انا كنت بسأل الناس في الشباك وبسأل الناس في السينمات، انه بيعرف من الاعلان المطبوع اللي موجود في السينما، لكن ما شافش في تلفزيون، ما سمعش اغنيه الفيلم اللي مغنيها ادم اللي عملت مليون و250 الف مشاهده في 3 ايام. خلاص، اغنيه بتتكلم عن الشهيد في وقت كان في اصلا اغتيالات شغاله في سينا وبتاع. فالسينما دعايه، تعمل فيلم بمليون تعمل دعايه بمليون. دعايه ما تقلش عن مليون جنيه، وعمل دعايه ب 33 جنيه وسندوتش الشاورما. حلو الشاي. لا مش فكره اشتغل معاه تاني او لا، هو الافلام دي اصلا بتتعمل مره في العمر، او يعني اذا حظك حلو بتعملها مرتين في العمر، لان مفيش حاجه اسمها دلوقتي انتاج فيلم حربي، شيء صعب جدا. انت مش متخيل، مش عمرو المجموع كاست ده اتحمل ايه، اتحملنا ظروف عمر ما ممثل اتحملها، صورنا مشاهد عمر ما ممثل صورها. خلاص، في اسد سينا كتير، يعني اصعب حاجه اني قطعت راس تعبان ببقي. بس عمري ما عملت الحاجات دي في الجيش. عملتها في السينما. يعني انا في الجيش، لا في الجيش كان جيش برضه، بس ما كنتش صاعقه. خلاص، يعني ما كنتش صاعقه. الفيلم صاعقه. فانا اعمل المشهد ده وبعدين يقول لك لا الرقابه هتشيله عشان ده الاطفال هتعمل كده، الاطفال لو شافت هياخده يحطه في بقه. الرقابه عندنا ايه رايك؟ ما انا مش اولا انا مش عارف مين الرقيب عشان اصلا اتكلم، او مش عارف ايه منهج الرقابه. انا بشوف حاجات كتير جدا في التلفزيون وفي السينما. في التلفزيون طبعا مفيش رقيب اصلا، يعني في حاجه انا بشوفها انا متاكد ان مفيش رقابه يعني. خلاص، عشان كده بيفكروا في ميثاق الشرف الاعلامي والحاجات دي. في السينما مش فكره الالفاظ بس، فكره المواضيع او طريقه طرح المواضيع. اعتقد انها بقت مفتوحه اكتر من قبل كده. مش بقول اللازم او مش اللازم، مش انا اللي احدد اللازم. اللي حدد اللازم ده تاثيره على المجتمع. انت نورت، انت مش بتعمل سينما عشان تنور، نورت ولا ضلمت؟ ده اللي بيحدد ايه اللازم مش اللي يعني. الرقابه المفروض كل سنه تحصي الافلام اللي وافقت عليها واللي رفضتها، وتقول يا جماعه احنا هنا كسبنا كذا، هنا خسرنا كذا، يبقى الرصيد كذا. يعني الرقابه تقيم نفسها. طب هو مش في رقيب ضمير البني ادم نفسه؟ ما انت ما تخشش الفيلم. لو انت كرقيب سواء وظيفه او انت ضميرك،
اي من الاعمال التلفزيونيه اللي اتعرضت في الفتره الاخيره تقول للناس مثلا ما تنفعش، او تنصح فنان ان هو ما كانش ينفع يعمل مشهد زي كده؟ ما فيش داعي للاحراج، ما هو يعني مش هقدر اقول لك طبعا، لان ما هو انا ببقى عارف ظروف انتاج اي فيلم، ان المستفيد الاكبر اكيد بعض المستفيد الاكبر بيبقى شخص او اتنين، والباقي مغصوبين على العمل. احنا خارجين من ثورتين يا استاذ، عارف يعني ايه خارجين من ثورتين؟ يعني تهد اي سيستم كنت حاطه لحياتك. فما تلومش فنان بيشتغل في عمل ممكن يبقى من جواه هو مش راضي عنه.